ريلمي 14 برو بلس ده التليفون اللي ريلمي قررت تنزله في الفئة المتوسطة او الفئة المتوسطة العليا اللي هي ازيد شوية من الفئة المتوسطة. ففي الفيديو ده ان شاء الله المفروض نفصص التليفون ده واعرفكم المميزات بتاعته والعيوب بتاعته وهل هو قيمة مقابل سعر ولا لا. واول حاجة بقى بحب ابتدي بيها مراجعة اي تليفون وهي طبعا محتويات العلبة، ده علشان خاطر نعرف اذا كنا هندفع فلوس زيادة على ثمن التليفون ولا لا. والمعروف طبعا عن شركة ريلمي ان هي بتحترم العميل بتاعها، يعني حاطالك في العلبة كل حاجة انت هتحتاجها علشان التليفون. مجرد ما تفتح العلبة هتلاقي التليفون ملزوق عليه سكرينة، هتلاقي جراب سيليكون، وهتلاقي الشاحن والكابل بتاع الشاحن. فكده ما اعتقدش ان انت هتحتاج اي حاجة تاني تجيبها للتليفون ده. ندخل بقى على التصميم بتاع التليفون ده نازل بلونين، لون اسود ولون ابيض، واحلاهم طبعا اللون الابيض، وفي ناس بتفضل اللون الاسود بس عشان هم عاملين حركة صايعة كده في اللون الابيض. معرفش هتفرق مع ناس وناس لا، ليه لو حطيته في المية او نزلت بيه في المية اللون بتاعه بيتغير سيكا، فده اللي بيميز اللون الابيض من الاصدار ده. ندخل بقى على التصميم، والتصميم تحس ان هو خليط ما بين الجلد والبلاستيك، بس هو في الغالب بلاستيك بالكامل، يعني حتى الفريم بتاعه برضو من البلاستيك. والكاميرات الخلفية واخدة تقريبا نفس التصميم بتاع الإصدار اللي فات، بس مع اختلاف في توزيع الكاميرات والفلاش. الفلاش المرة دي نازل على 3 لمبات مش لمبة واحدة، والنقطة دي هنتكلم فيها في الجزء بتاع الكاميرات. وزن التليفون حوالي 194 جرام مع سماكة 8 مللي. بصراحة الوزن معقول والسماكة برضو معقولة. والجميل بقى في التليفون ده كمان ان هو مقاوم للماء والغبار بمعيار IP68 و IP69، يعني تقدر تنزل بيه المية العذبة، وكمان تقدر تصور بيه تحت المية بدون اي مشكلة، عشان خاطر فيه خاصية ان انت بتلغي ان انت تستخدم التاتش، تستخدم الزراير بتاعت التليفون عشان تقدر تصور بيها. فعاملين حساب كل حاجة بصراحة في التليفون ده، بس المية العذبة مش مية البحر، عشان مية البحر ممكن تبوظ التليفون. ندخل بقى على النقطة بتاعت الشاشة. التليفون جاي بشاشة بحجم 6.83 بوصة من نوع أوليد بتردد بيوصل ل 120 هرتز، وبيدعم ال HDR10 بس مش بلس، مع سطوع تحت الشمس بيوصل ل 1200 نتس، مع طبقة حماية من شركة كورنينج جوريلا جلاس 7 اي، مع شهادة ان هو مقاوم للكسر، يعني لو انت وقع منك او حصل فيه اي حاجة متخافش عليه، مش هيحصل له اي حاجة. بصراحة الشاشة ممتازة جدا، هتاخد منها احسن تجربة مشاهدة، لان هي المرة دي شكلها تحس ان هو مدي على كواد كيرف. كواد كيرف يعني ايه؟ يعني مش كيرف صريح، لا الشاشة نفسها هي اللي تحسها ان هي كيرفد، بس هي مش كيرفد، ما تفهمش عملوها ازاي. والحواف تكاد تكون مش موجودة اصلا، مفيش حواف. والسطوع اللي بيوصل ل 1200 نيتس ده مش هيضايقك تماما تحت اشعة الشمس او الاضاءة القوية. وعشان تاخد طبعا تجربة مشاهدة ممتعة، ريلمي حطالك في التليفون ده سماعات ستيريو سبيكر قوية جدا، صوتها نقي جدا مفيش فيها اي مشكلة. وطبعا بما ان الشاشة اوليد فهم حاطين البصمة تحت الشاشة، وبصمة سريعة جدا ما بتغلطش تماما، ومن اول مرة بتلقط معاك. لحد الان كده الدنيا تمام جدا ومفيش فيها اي مشكلة. المشكلة الوحيدة اللي قابلتنا ان التليفون بيدعم ال HDR10 بس مش ال HDR10 بلس، ودي ما اعتقدش ان هي تفرق كتير مع ناس يعني. ندخل بقى على الاداء. التليفون ده جاي بمعالج من سناب دراجون، وهو سناب دراجون 7S جين 3، ده بتكنولوجيا 4 نانومتر، ده داعم للجيل الخامس، مع ذاكرة تخزين UFS 3.1 ورامات 12 جيجا، وتقدر توصلها لحد 26 جيجا عن طريق السوفت وير. وطبعا بيدعم احدث واجهة من شركة ريلمي، وده مبني على اندرويد 15. وكمان ريلمي بتديك تحديثات للاندرويد لمدة 2 سنين. حاسسها قليلة شوية لان في شركات بتدي 3 و4 سنين، بس هنبقى نتكلم في النقطة دي بعدين. المعالج بصراحة ممتاز جدا، مفيش فيه اي مشكلة، الاستخدام اليومي بتاعه سلس، مش هتحس باي فرق في اي حاجة. تنقل ما بين الابليكيشنز وبعضها بكل سلاسه تقدر تعمل الكلام ده، مفيش فيها اي مشكله. وكمان لو انت عايز تلعب العاب تقيله زي بابجي، كول اوف ديوتي، اسفلت، الكلام ده كله، تقدر تلعب الالعاب دي بسهوله جدا. وفي بابجي تقدر تلعب لحد 90 فريم مستريح جدا ومفيش فيها اي مشكله. فلحد الان بصراحه انا مبسوط من امكانيات التليفون، وانا ما شفتش فيه غير حاجات بسيطة لا تذكر. ندخل بقى على البطارية، والتليفون ده جاي ببطارية ممتازة 6000 ملي أمبير، مع شاحن فوق الممتاز بقوة 80 واط اللي هو السوبر فوك. طبعا يشحن لك التليفون من 0 ل 100% في أقل من ساعة، حاجة فوق الممتازة يعني. وكمان البطارية تقريبا لو انت استهلاكك 24 ساعة ماسك التليفون، فهو هيقعد معاك اليوم كله مستريح. لو انت مش قوي ممكن يقعد معاك لحد تاني يوم كمان. ندخل بقى على نقطة الكاميرات، ودي اللي ريلمي بتركز عليها في الفئات
بتاعه البرو بلس. اول حاجه نبتدي بيها وهي الكاميرات الخلفيه، وهي 3 كاميرات في الخلف. اول كاميرا معانا 50 ميجا بكسل بفتحه عدسه 1.8. تاني كاميرا معانا 50 ميجا بكسل بفتحه عدسه 2.7 ودي خاصه بالبريسكوب. تالت كاميرا معانا وهي الترا وايد بحجم 8 ميجا بكسل، وكاميرا السيلفي 32 ميجا بكسل بفتحه عدسه 2. الكاميرات جايه بمستشعر من سوني، زائد ان فيها مثبت بصري حقيقي. ده غير ان الكاميرا التانية اللي هي البريسكوب فيها تقريب بيوصل لحد 120 اكس، بس طبعا هتلاقي بيحصل زغلله وانت بتقرب عشان تاخد صوره حلوه تقريبا لحد 60 اكس، بيديك صوره معقوله. بعد كده الصوره بتروح الوضوح بتاعها. فبصراحه الصور في التليفون ده ممتازه جدا، حتى السيلفي برضه هتاخد منها احسن تجربه تصوير. والفيديوهات لو انت بتحب تصور محتوى، فالتليفون ده بيصور فيديوهات لحد 4K مع مايك اضافي لعزل الضوضاء. لحد الان بصراحه التليفون ده عظمه جدا ومفيش فيه اي مشكله. التليفون ده الشبكات بتاعته ممتازه، سواء شبكه التليفون او الواي فاي، وكمان بيدعم ال NFC، وكمان بيدعم جميع المستشعرات وشغاله بصوره حقيقيه مش سوفت وير. في حاجه برضو معرفش هتتضايقوا منها ولا لا، بس هو مش بيدعم تركيب كارت ميموري، وبيدعم شريحتين. والتليفون نزل في مصر بسعر 26,000 جنيه، ده ضمان محلي بدون اي رسوم عليه. يعني مش هتلاقي عليه اي ضرايب، بمجرد ما انت ما تفتح العلبة وتفتح التليفون والكلام ده كله هتلاقيه متسجل يعني. طب الخلاصة بقى حاجة اخيرة كده، هل التليفون ده قيمة مقابل سعر ولا لا؟ بصراحة انا شايف ان هو تسعيره غالي سيكا بالنسبة للامكانيات بتاعته. يعني لو اتكلمنا في العيوب، انا تقريبا يعتبر شرحت كل المميزات. العيوب بتاعته ان هو مش بيدعم ال HDR10 بلس، ان التحديثات الاندرويد بتاعته سنتين بس، وتالت حاجة ان هو مش بيدعم تركيب كارت ميموري، ورابع حاجة ان هو مش بيدعم الاي سيم. معرفش الرابعة دي بتفرق ولا لا، بس بصراحة انا شايفها مش بتفرق يعني بالنسبة لي. يعني ما بتفرقش معايا اي سيم او مش اي سيم، بس يعتبر برضو نضيفها لقائمة العيوب ان هو مش بيدعم الاي سيم. فهل انا ادفع المبلغ ده في تليفون هيقعد معايا تحديثات سنتين بس قدام؟ ولو انا فعلا ما بيفرقش معايا الكلام ده، عادي مش مشكلة اجيبه. لو بيفرق معايا ممكن اشوف تليفون تحديثاته اكتر شوية يكون بنفس الامكانيات، بس برضو هتلاقي نفس السعر او اعلى منه. فلو انت عايز تجيب تليفون بامكانيات محترمة وانت تليفونك اقل من الامكانيات دي، فانا هرشح لك التليفون ده جدا واقول لك هاته ومفيش فيه اي مشكله. لو انت مثلا تليفونك الاصدار اللي قبليه، فاقول لك لا، التليفون اللي معاك كويس مفيش فيه برضو مشكله، تقدر تستخدمه ويكمل معاك. عايز تجدد بقى من اول الاصدارات السنين اللي جايه، يعني مش من اول السنه دي، لان انت في استخدامك اليومي او عامه يعني مش هتحس بفرق كبير ما بين الاصدار ده والاصدار اللي قبليه، مع ان فعلا في فروقات جوهرية، بس انت مع استخدامك العادي مش هتحس بالفروقات دي. انما لو انت اصدارات اقدم من كده، لا، عايز تغير هاته طبعا، التليفون ممتاز جدا وهيبسطك. كده بقى اكون وصلت معاكم لاخر الفيديو، وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد. سلام.